السيسي خاين وعميل، ومصر متواطئه مع الحصار المفروض على اخواتنا في قطاع غزه، واحنا برضو اللي قافلين معبر رفح من ناحيتنا ومش عايزين ندخل مساعدات. كلام هتلاقيه منتشر وبشكل قوي جدا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، كلام مش هتلاقي عليه ولا دليل مادي واضح، كلام انا وانت وغيرنا عارفين مين اللي بيكتبه وعارفين كمان قصده من ورا الكلام ده ايه بالظبط، ومع ذلك بنصدقه وبنمشي وراه. الوحده 8200 عند اللي ما يتسموش، دي وحده بيتصرف عليها ملايين ان لم يكن مليارات. ومتخيل بقى وظيفتها ايه؟ وظيفتها هو زرع الفتن وسط الشعوب العربيه. الافراد الموجودين جواها بيعرفوا يتكلموا جميع اللهجات العربيه بما فيهم اللغه العاميه المصريه اللي مش اي حد بيفهمها غير المصريين بس. شغالين بقى وبشكل قوي ليل نهار عشان عايزين يوقعوا الشعوب العربيه في بعض، عاوزين يزرعوا في دماغك ان مصر وشعبها وحكومتها هم شعب وحكومه متخاذلين، ولان الهدف مشترك وهو ان مصر تقع وما يكونش ليها قومه تاني، فواضح كده ان هم شايفين شغلهم كويس قوي. خلي بالك ان الحرب اختلفت عن زمان، ما بقاش في دوله دلوقتي تقدر ترفع سلاح في وش دوله هي عارفه كويس قوي ان هي قويه تقيله عليها وانها مستحيل توقعها. قبل ما تصدق الكلام ده وقبل ما تمشي وراه، انا عايز اسالك سؤال واحد: لو مصر وقعت، موقف الشعوب العربيه هيكون عامل ازاي؟ لان انت الدوله الوحيده اللي لحد دلوقتي قادره وواقفه على رجليها وواقفه للعدو وبتقول له لا على كل حاجه. هجر الفلسطينيين؟ لا. عديني من قناه السويس ببلاش؟ لا. طب تعالى اقعد معايا في امريكا؟ برضه لا. هات لي اي موقف مماثل من دوله عربيه زي ما مصر عملت. ربنا يحفظ مصر في رباط الى يوم الدين، امين.